بسم الله الرحمن الرحيم واهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. بصي، يعني لو ما عملتيش الكنافة بالطريقة دي هيكون فايتك كتير جدا للأمانة. يعني انا من بعد الطريقة دي الصينية بالمكسرات اللي انا بعملها بالمكسرات ما عدتش بعملها نهائي. في البداية خالص بقى هعرفك على احلى واطعم حشوة ممكن تعمليها في حياتك. بجيب هنا حوالي 3 صوابع موز، بهرسهم كده بالشوكة زي ما احنا شايفين، وكوباية من الفول السوداني المجروش، كوباية من الكنافة المتحمرة على النار، كوباية من الزبيب، كوباية من جوز الهند، كوباية الا ربع من السكر البودر، وعليهم روح جوز الهند بحط منها شوية كده، وبعمل ميكس كده للمكونات دي كلها مع بعض. بصوا بقى، الحشوة دي خفيفة جدا طعمة جدا، ما فيهاش لا زيت ولا سمنة ولا فيها حتى شربات، يعني كلها خفيفة كده على المعدة، ما تعملش حموضة، ما تأثرش في أي حاجة بصراحة. يعني الحشوة دي أنا بعتمدها في حاجات كتيرة جدا من الحاجات اللي أنا بعملها. عندي هنا ميكس كده من السمنة البلدي اللي هي البقري والجاموسي، بسيحهم على النار، وهنا نص كيلو من الكنافة المتفرزة. بجيبها وبكسرها كده بايدي زي ما احنا شايفين، وبعد كده هجيب معلقتين من السكر البودر. ما تكتريش قوي من السكر البودر. كل نص كيلو كنافة بياخد يا جماعة كوباية من اللي هي كوباية المج الشاي العادية سمنة. انا حطيت في البداية هنا كوباية الا ربع، باقي ربع كوباية احطها عليها بعد ما اخلصها. عندي صينية هنا بحط فيها شوية من السمنة. وبعد كده بصوا، يعني هي أي معلقة معيارية، ممكن بفنجان، أي حاجة ممكن تستخدميها تكون مكورة كده. بس أنا بصراحة بستسهل المعلقة بتاعة الآيس كريم دي، بتبقى سهلة وجميلة وسريعة. بتجيبي كمية كده من الكنافة، بتحطيها في الأطراف زي ما احنا شايفين. بعد كده بنحط الحشوة، وبعد كده بنحط الكنافة واكبس عليها، ما تضغطيش جامد قوي، يعني حاجة بسيطة كده. وبعد كده بتضغطي على المعلقة، بتقوم تطلع معاكي. شفتي دي انا كنت بطلعها، ف يعني لقيتها طالعة مش مظبوطة، انا كان ممكن ان انا اشيلها في المونتاج، بس حبيت اوريك ان لا، ولا تقلقي خالص، رجعتها على طول، سحبتها زي ما كانت وسويتها، وبعد كده طلعتها تاني ومفيش اي مشكلة. بصي، لما بتعملي صينية الكنافة بيبقى دمها تقيل. اولا بتاخد حشو كتير، تلاقي نفسك عماله بتكبشي بايدك وترمي فيها مش عارفه ايه وايه 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 وكل انواع المكسرات، وعماله ترمي فيها، بتاخد حشو كتير جدا. لكن دي للامانه ما بتاخدش اي حشو كتير خالص، وفي نفس الوقت شيك وحلوة وطعمة. بتمسكي القطعة كده في ايدك وتاكليها، مش عايزة اقولك على الطعم عاملة ازاي. بعد كده بتدخليها الفرن. هنا بجهز الشربات. الشربات طبعا يكون تقيل، كوبايتين سكر ليهم كوباية وربع مية، عليهم معلقتين كبار جدا من عسل الجلوكوز وعصرة ليمونة، وبسيبهم على النار 10 دقايق. يعني الشربات ده بيبقى تقيل، فعلشان كده بنسيبه 10 دقايق مش 7 دقايق. بعد ما طلع من على النار، بحط شوية برضو من روح جوز الهند، ومعلقة من السمنة البلدي، وبسيبه يهدى شوية على ما الكنافة تطلع من الفرن. بعد ما طلعت من الفرن الكنافة سخنة والشربات دافي. الشربات دافي يا جماعة، ما يكونش بارد، علشان ما تنشفش وتحجر معاكي. بعد كده بنبدأ ان احنا نسقيها كده واحدة واحدة على كل واحدة كده، ونسيبها لغاية ما تعمل. عايزة تزينيها زينيها. هي بصي، الحشوة اللي فيها مش مخليها ان هي محتاجة اي تزيين اساسا.